السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا في احوال وصحه جيده يا رب. وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو اليوم او الوصفه اليوم ان شاء الله يا ربي تكون واحد الوصفه اللي كل شيء كيقلب عليها. تكون سهله وتكون ناجحه 100%. انا جبت لكم واحد الوصفه ديال العجين المورق اللي غادي تنجح معكم من اول تجربه. كيما كتشوفوا ما شاء الله كتجي مورقه ورقه على ورقه، والتحضير ديالها ساهل ومبسط بدون تعقيدات، وكتجي لذيذه ومقرمشه في نفس الوقت، وطايبين ديك الوريقات كاملين ديالها طايبين. المهم انتم كتلاحظوا معايا انا اليوم كنت غنشارك معكم غير العجين، وتعمدت انني نطيب بعض الوحدات باش تشوفوا كيف كتجي يعني ناجحه 100%. غتولي معتمده عندكم ان شاء الله الا جربتوها. وبلا ما نطول عليكم ندوزو باش نبداو الوصفه ديالنا. بسم الله على بركه الله. هنا عندي 250 غرام ديال الدقيق، وهنا عندي 50 غرام ديال الزبده، يعني تقريبا واحد 2 معالق كبارين. وهنا واحد 4 كاس ديال الماء، ما يعادل 100 غرام ديال الماء بارد عادي من البسبوس، وواحد رشيشه ديال الملحه. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو في العجين. اول حاجه خصها تكون ديك الزبده بحراره الغرفه، غنحطها هكا فشي بلاطو ولا زلافه اللي غنخدموا فيها، ونضيفوا لها ديك رشيشه الملحه. وهنا غادي نضيفوا الطحين، وغادي نبقى نحاولوا ندخلوا ديك الزبده في الطحين، يعني بحال نبسبسوه حتى كتدخل مزيان فيها ديك الزبده. عاد كنضيفوا ديك الماء. صافي ديك الماء ضيفتو دفعه واحده. هنا العجينه خصها تكون عندنا قاصحه، يعني غادي نخدموها وهي قاصحه، نتوما غتشوفوا معايا. هنا لاد ليك لا شي حاجه، يعني غير كنجمعوا، كنحاولوا اننا نجمعوا ديك الطحين كامل ما يبقاش يبان فيها الطحين. صافي كما كتشوفوا، وغادي نجمعوها هكا فواحد البلاستيك ونخليوها ترتاح واحد المده ديال 20 حتى 30 دقيقه. من بعد ما كترتاح غادي نرجعوا ليها، غنلقاوها رخات راسها. هانتوما كتشوفوا معايا ما كتبقاش قاصحه، يعني كتولي رطبه. صافي غنحاول انني بحال نولي نجمعها هكا شويه، وغادي نشكلها هكا على شكل طولي، وغادي نقسمها على جوج، يعني على جوج غنقسموها. كما كتشوفوا نتوما تشوفوا ما شاء الله العجين كيبان مدلوك، يعني ملي كنخليوه يرتاح بحال اللي كتسدلك. صافي غنعملوا كويرات هكا على شكلهم زعما على شكل كويرات، وغادي نلويهم عاوتاني في ديك البلاستيك ونخليهم يرتاحوا واحد 4 حتى 5 دقائق. المهم هي دائما ملي كترتاح العجينه كطيح معانا، يعني ملي كنبغيو نوليو نشكلوها كطيح معانا. هنا غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده اولا 130. المهم انا عندي 130 لان انا عملت وزنتها جاتني 130، ما بغيتش نحيد منها. ديروها 120 اولا 125 راه كافيه. صافي حتى هي غادي نقسموها على جوج. غناخذ ديك الخبيزات هكا كما كتشوفوا ديك العجينه قرصتها واحد شويه. هنا الزبده من الاحسن تكون يعني مرصو كبير هكا مربع، احسن ما تقطعوها هكا طريفات صغارين من الاحسن، باش تجيكم سهله يعني ملي تجيو تجمعوا العجينه ديالكم. صافي غنحاول انني نجمع العجينه ونبلجها مزيان، ونخلي ديك الزبده غير في الوسط كما كتشوفوا. راه العمليه جيت سهله. هنا عاوتاني فيما كنلوي كنعملها نلويها في بلاستيك، وايضا غادي نخليها عاوتاني واحد 4 ولا حتى 5 دقائق. الزبده خصها تكون بارده، انا خرجتها من النيبيره مباشره وعمرتها في العجينه. فالوقت هذا رانا كنخليها على برا. كنقصد العجينه يعني ما كاين مشكل، كانت شويه البروده الا كانت الحراره عملوها في النيبيره، يعني باش ما تذوبلكمش ديك الزبده وتبقى تخرج لكم مع الجوانب وتعذبكم. صافي هنا من بعد ما دازت 5 دقائق غنبقى نطلقها بهذه الطريقه هذه. نحاول انني نطلقها حتى غادي ناخذ واحد العبار ديال الطول اللي فيه 40 سنتيمتر والعرض 12 ديال السنتيم. هانتوما غتشوفوا معايا انا كنعبر بالمسطره. المهم 40 على 12، المهم باش تجيكم يعني المديده يعني بحال اللي درت انا. صافي غنحاولوا نلويوها بهذه الطريقه هذه. صدقوني اسهل طريقه توجدوا فيها العجين المورق، احسن من هذيك طوي وقلب عاود تطلق وطوي، هذيك شي شويه بعض المرات الواحد كينسى شحال من طيه دار. المهم هذه كتجي رائعه. صافي كيما لويت هاد الرولور انا لويت عاوتاني الاخر. دابا هنايا العجينه حسيت بها ترخفات بزاف، حطيتها في النبيره وخليتها واحد نص ساعه. المهم ماشي ضروري نص ساعه، انا كان عندي شغل اخر خليتها وعاد رجعت ليله ووليت عاوتاني طلقتها بنفس الطريقه اللي طلقت قبل. وهاد المره ملي غادي نطلقوها نخليوها على 10. صافي وغادي نطويوها بهذه الطريقه. هنا ما تخافوش الا خرجت لكم حتى شويه الزبده ما كاين مشكل. المهم نحاولوا نهزوها هكا بشي بالا ولا هذه. المهم كما كتشوفوا كما درت لا انا، يعني راه الطيه ساهله. طويت من داخل ديك الجوانب
وغنلويها عاوتاني وغنديرها في النبيره. هنا هذه غنديرها في النبيره والاخرى غادي نديرها في المجمد، لان كما قلت لكم ما كنتش ناويه غادي نطيبها، يعني كنت غنديرها في المجمد بجوج. نهار اخر عاد كنت غادي نعمل بها يعني شي حاجه. صافي قلت غادي نطيب وحده باش تشوفوا معايا. صافي من بعد ما خليتها في النبيره هذيك اللي غادي نوجدها، جبدتها وبقيت كنطلقها. وهنا الا حسيتوا بها بدات كتلصق لكم اولا شي حاجه غترشوا رشه خفيفه ديال الدقيق، يعني ماشي بزاف، مره رشوا غير شويه. صافي هنايا القياس ديال المربع خليت فيه 24 على 24. صافي هنا ملي غادي نطلقها غادي نحيد لها ديك الجوانب هنا باش ملي تبقى طيب تورق معانا. المهم حتى ديك الجوانب راه تا هما ما غاديش يضيعوا، تا هما غادي نطيبهم وراه بهم غادي غادي نبدا. المهم من بعد ما قطعت هذيك الجوانب غادي ناخذ هذا المربع ونقسمه على 4. كتقسموه على ما بغيتو، كديروا الشكل اللي بغيتو. المهم انا درت هاد الشكيلات راه جاو ما شاء الله كبابرين، ولكن الا جيتو تاكلوهم ما غاديش تشبعوا منهم. هنا راه كنت كنهضر ما شرحت لكمش كيفاش قطعت هذه، انا كنقول لكم ما كنلحقش حتى تما. المهم انا غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا راه ساهله وكتجي مزيونه. صافي كنطويو هكا المثلث، يعني ماشي كنلصقوا غير كنطويوه وكنقطعوا يعني، وما كنلحقوش ديك الوسط ديك القنيته كنخليوها لاصقه وكنقلبوا الجهه الاخرى لهاد الجهه وهاد الجهه الجهه الاخرى عاوتاني، وكيبقى لنا ديك الوسط يعني تعمروه باش ما بغيتو. ها انت كنطوي كنقطع وكنخلي القنيته ما كنلحقش يعني حتى القنت في التقطيع باش كتبقى لنا لاصقه. ملي كنطويوها بحال هكذا كتبقى لنا لاصقه. صافي انا خديت انا هاد السوينيه دايره كنت طيبت فيها ديك الخبيزه المعمره بقات لي بديك الورقه هكا نقيه. وفي الوسط غادي نعمرهم بشويه ديال الكوفيتير ديال الفريسه، اي مربى يعني فريسه ولا المشماش اللي عندكم، اولا ديروا الشوكولات اولا ديروا كريم باتيسري اللي بغيتو، ولا تخليوها خاويه يعني حتى طيب عاد عمروها بشي حاجه. المهم كيبقى لكم الاختيار. انا كان باقي لي واحد شويه ديال الفريسه، هي هذيك جاتني نيشان تما قلت نحيدها من الدرك. وهذيك الشريوطات اللي هما بقاو لي ديك الحاشيات انا عدلت بهم هكا بحال الترنسه ودرتها في الوسط. المهم هذيك ملي طابت راه ما تنفختش بزاف. هذه صافي هنايا دهنتها بشويه ديال الحليب، بما انني غادي نرشها من بعد بالسكر. نتوما بغيتو دهنوها بالبيض او صفار البيض كيبقى لكم الاختيار. انا عندي واحد الكميه قليله ما عرفتش نفتح عليها واحد البيضه، يعني دهنت مع بشويه ديال الحليب. صافي وكندخلهم الفران اللي يكون سخون على 220 درجه وحتى يطيبوا عينكم عليها. المهم راه هي كطيب ما تغفلوش عليها باش ما تحرق لكمش عاوتاني. وهنا من بعد ما طابت كما كتشوفوا النتيجه رائعه. نتوما كتشوفوا مورقه، يعني عجين مورق بمعنى الكلمه، اسم على مسمى كما كتلاحظوا. صدقوني القرمشه واللذه يعني شي حاجه الطوب طوب. المهم هنايا نخليهم حتى يبردوا وغادي نرش عليهم شويه ديال السكر كلاص. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار كما قلت لكم في الشكل في التعمير كتعمروها باش ما بغيتوا. هنايا راه غير كتقيسها كتفرتات يعني كتذوب ذوبان. وهذه ديك العجينه اللي قطعتها هكا مع الجوانب حتى هي جات رائعه، واخا ما تنفختش في الطياب وجات مورقه ومقرمشه ما تشبعوش منها. هذه فكرتني في ديك الفتاوت ديال الملفي. شكون اللي كيعقل على فتاوت ديال الملفي؟ اللي كيبقاو ديك فتيوتات مقرمشين. كنا كنشريوهم كيجيو لذاذين، يعني ما تشبعوش منهم. صدقوني هذا العجين المورق الا جربتوه غيولي معتمد عندكم، جا غزال بمعنى الكلمه. كنتمنى انكم تجربوه. هنايا غادي ندوز باش غادي نوريكم او نسمعكم القرمشه. وكما سمعتوا معايا القرمشه كتجي مقرمشه واللذه ما نعاودلكمش، يا سلام ما تشبعوش منها. كنتمنى انكم تجربوها. انا بقوت ما بقيت كناكل طريف بطريف، راه كنت غادي ناكلهم كلهم. المهم قلت خلي وليداتي تا هما يقيسوا. المهم كنتمنى انكم تجربوها. كنتمنى الفيديو اليوم او الوصفه اليوم تنال الاستحسان ديالكم وما نكونش طولت عليكم. وكما دائما كنشكركم على حسن المشاهده وعلى التعليقات المزيونه اللي كتخليوها لي. ونتلاقاو فيديو اخر مع وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.